السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم. كلنا بنشوفه في الأحلام وبنقعد نسأل نفسنا هي معناها ايه؟ هنتكلم النهاردة عن الأرقام. هناخد النهاردة من رقم 1 لرقم 5. وبإذن الله في فيديو تاني هنكمل بقية الأرقام. هنبدأ الأول بالصفر. ايه ده؟ هو الصفر ليه معنى؟ هو الصفر بيتفسر؟ هقولك أيوه، طبعا الصفر ليه معنى. الصفر معناه أو تفسيره في الأحلام عدم النجاح، عدم النجاح والفشل والخيبة. زمان لما كنا بنجيب درجة قليلة في المواد، لما كنا في ابتدائي كانوا بيعملوا كحكة حوالين المادة. الكحكة دي أو الدايرة معناها رسوب وفشل. طيب ممكن برضو يجي الصفر بشكل حاجة تانية، بشكل ان انت كان معاكي حاجة، كان معاكي فلوس، كان معاكي ملابس، وفجأة لقيتي نفسك معكيش اي حاجة. هنا برضو بيدل على الصفر. طيب ممكن يجي الصفر يحذرك من شخص ما، وليكن واحدة متقدم ليها عريس وصلت استخارة وحلمت برقم صفر. هنا الحلم فيه إشارة ليها إن هي تاخد بالها أو تاخد حذرها من الشخص اللي هو متقدم ليها. نبدأ بقى يلا برقم 1. رقم 1 معناه دليل قربك من ربنا وتصليح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. طيب الحامل لو شافت رقم 1 يبقى مولود ولد. طيب ممكن يجي الرقم 1 على شكل أي حاجة معاكي، زي جنيه، زي كشكول، زي قلم، زي كراسة. المهم هيكون حاجة واحدة. ندخل على رقم 2. رقم 2 دليل خير ورزق وبشرة جميلة ونصرة المظلوم. وللحامل لو شافته بيبقى حامل في توأم. وبرضه ممكن يجي رقم 2 على شكل أي حاجة فيها حاجتين، زي شنطتين، زي معلقتين، وهكذا. بعد كده معانا رقم 3. رقم 3 هو خير ورزق وتحقيق أمنية، بس برضه ممكن يجي شر أو فراق. طب إزاي؟ هقولك لو اتنين متجوزين أو اتنين مرتبطين أو مخطوبين وبينهم مشاكل وخلافات وشافوا الرقم ده، هقولك هنا وقتها بيدل على فراق بينهم. لكن لو الأمور كويسة يبقى خير وتحقيق أمنية ليهم إن شاء الله. رقم 4 من الأرقام اللي أنا شخصيا بحبها. رقم 4 اكتمال أمور وخير ورزق. يعني واحدة مخطوبة وشافت إن هي بتشتري 4 كوبايات أو 4 زجاجات أو 4 فساتين. هنا إتمام أمر زواجها مع خطيبها. معنى كلمة اكتمال الأمور يعني الأمر اللي أنت ماشية فيه إن شاء الله هيكتمل وهيتم على خير. آخر رقم معانا عشان مش عايزة أطول عليكم في الفيديو، رقم 5. رقم 5 ده معناه أو دليله الخير برضو والقرب من ربنا، وبيخص الصلاة والعبادات. ليه؟ لأن عدد الفروض عددهم 5. فرضا واحد حلم إن هو شاف صوابع إيده بس لقى فيها صابع ناقص، يبقى هنا هو مقصر في ركن من أركان الصلاة أو العبادات عامة. طيب لو شاف صابع ايده ناقص منها صباعين 2، يبقى هنا برضه هو مقصر في حاجتين من أركان العبادات. وأول سؤال بنسأله لنفسنا لما بنشوف حلم أو بنسأله للحالم بمعنى أصح، لما بنلاقي رقم 5 بنقول له حالك إيه في العبادات؟ لأنه لو ملتزم والدنيا كويسة وتمام، يبقى هنا العدد مبشر ليه بخير وقرب من ربنا. لكن لو مش ملتزم في الصلاة يبقى هنا تنبيه ليه وإنذار ليه بالالتزام في العبادات. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. اكتبوا لنا في التعليقات انتوا عايزين نتكلم في ايه المرة الجاية، او ايه الرموز اللي انتوا حابين نتكلم فيها. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة والشير. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.